طارق مجدي برضه مفيش غير طارق مجدي هو اللي يحكم للاهلي. شوف احنا لعبنا تقريبا 7 ماتشات ولا حاجه، طارق مجدي مرتين حكم فار ومره حكم ساحه، وكأن مفيش غير طارق مجدي. وكوره بسام بيطلعها من جوه المرمى زي ما انت شايف كده، مالكش دعوه باخواتنا المدلسين اللي كلنا عارفينهم. وزي ما انت شايف كده الراجل طلع الكوره بره المرمى بعد ما دخلت الكوره. الاول كانت على الخط، دخلت خبطت تحت جسمه، راح زايقها على طول بره، والحكم مفيش والفار مفيش ومفيش اي حاجه، وهدف ملغي صحيح للنادي الاهلي. والكره تخطت بكامل محيطها زي ما انت شايف قدامك كده، سواء في الصوره او سواء في الفيديو البطيء جدا اللي انا بعرضه. واكن مفيش غير طارق مجدي ومحمد معروف عشان يظلموا النادي الاهلي كالعاده. يعني مفيش غيرهم حكام في مصر هم اللي يحكموا للاهلي، وبيجيبوا للاهلي حكام كارهين للنادي الاهلي. طارق مجدي طارق مجدي طارق مجدي كوارث، ما هو حكم ساحه كوارث وهو حكم فار مره، كوارث تاني وهو حكم فار ثالث مره، واكن مفيش غير طارق مجدي يحكم للنادي الاهلي. طبعا فوز يعديك شويه من الكبوه اللي انت فيها، ولكن لسه الاداء مش افضل حاجه، وخاصه الاداء الدفاعي. والحمد لله ان احمد رمضان بيكها متصاب، يلا غمه ونزاحت، ويا ريت ما نشوفش العش بقى. احنا عايزين نشوف ياسين مرعي الفترات اللي جايه بجوار مين؟ بجوار ياسر ابراهيم. في اخطاء دفاعيه كتير محتاجين حل فيها، لسه الاداء مش افضل حاجه، ضيعنا كتير قدام الجون، ولكن الحمد لله كبوه ونزاحت وعدينا بثلاث نقط لقدام. عقبال اللي جاي ان شاء الله، ومستنيك يا غريمي يوم 29 عشان البك ودي بزيرة على البرازيل على طول. وطارق مجدي عايز ايه من الاهلي؟ انا مش عارف، بتساءل وبسال لجنه الحكام اشمعنى طارق مجدي للاهلي كل مباراه سواء فار او ساحه؟ الله اعلم. سلام.